Now, the relationship with the United States, there has been doubling of military aid just in the past year. I think it's up tenfold since 2008. Are you getting what you need from the U.S.? فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما علمنا أن هناك مضاعفة للمساعدات الأمريكية لليمن. هل أنتم تتلقون ما تحتاجونه من المساعدة من أمريكا، خاصة بعد ما تضاعفت المساعدة في 2010؟ هل أنتم راضون عن هذه المساعدات في مجال مكافحة الإرهاب؟ المساعدات الأمريكية مساعدات رمزية. أولا في مجال تبادل المعلومات، 1. 2 في مجال التدريب، 3 في مجال تزويد الأجهزة الأمنية بالآليات الخفيفة والمتوسطة لما يقرب قيمتها على حوالي 150 مليون دولار. شيء جيد، هذا تعاون جيد، لكن لا يحل المشكلة الاقتصادية الصعبة في اليمن. لكن هذا في مجال التعاون نعتبره شيء إيجابي، لكن لن يحل المشكلة والمعضلة الاقتصادية في اليمن المساعدة الأمريكية بما قيمته 150 مليون دولار. I'd like to get to that point, but let me ask you one thing before that. You had an interview Friday night with Al Arabiya, Arab Satellite Television, where you made a point of saying there are no U.S. troops here in Yemen. Why? Why was that important to say? اسمح لي فخامة الرئيس أن أسألك، يوم الجمعة الماضية كانت هناك مقابلة معكم مع تلفزيون الفضائية العربية، وأكدتم من خلاله لا وجود للقوات الأمريكية في اليمن. لماذا كان هذا التأكيد هاما بالنسبة لكم؟ طبيعي أنه لا وجود للقوات الأمريكية، كيف نقول أن هناك وجود أمريكي غير موجود؟ لا وجود لأي قوات أمريكية لا في اليابسة ولا في المغمورة. هناك عناصر كوادر في مجال التدريب. أريد أكد للعالم وللشعب اليمني أنه لا وجود للقوات الأمريكية، وليس هناك بيننا أي معاهدة أو اتفاقية على تواجد قوات أمريكية في اليمن. What would be the consequence if the Yemeni people thought there were U.S. troops either here or on the way? ما هي آثار المترتبة على إذا ما اعتقد الشعب اليمني أن هنا يوجد في هذه الأراضي قوات أمريكية أو قادمة؟ ما هي الآثار التي ستترتب على ذلك في رأيكم؟ In other words, what kind of reaction with that? ما هي ردود الفعل الذي قد يثيره مثل هذا التواجد أو أنهم قادمين؟ ما بش ما يوجب أن يكون هناك تواجد أمريكي في اليمن، وليس هناك أي نوايا لا عند اليمن ولا الأمريكان على ما أعتقد للتواجد الأمريكي، وليس هناك أي مبرر للتواجد الأمريكي في اليمن. فلماذا يكون في تواجد أمريكي؟ والدولة اليمنية تقوم بواجباتها لمتابعة عناصر الإرهاب في اليمن، فليس هناك ليس هناك ما يستدعي للتواجد الأمريكي في اليمن.